الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا ما زلنا في شذ العرف في فن الصرف، وصلنا مع الشيخ الحملاوي لتنبيهات. ما قال كده؟ طيب، قال الأول، يعني التنبيه الأول كل هنا التنبيهات دي الشيخ ده يعمل شنو؟ كمل لك الأبواب اللي احنا تكلمنا عنها، هو حيديك تنبيهات. أن احنا في زمننا ده بنسميها تنبيهات، في زمننا بنسميها شنو؟ مش خلاصة، نقاط مهمة أو زيتونة أو شنو؟ سبوت لايت بالإنجليزي، يعني نقاط لو أنت عرفتها بيساعدك شديد. لأنه كلمة تنبيه دي كأنه في لا هو ما داير يجيب حاجة جديدة، داير يديك حاجات جاتوا عن طريق التجربة، اللي جوها ناس اللغة العربية عن طريق شنو؟ التجربة. عرفتوا؟ يعني زيتونة عشان في الجامعة يسموها شنو؟ شيت المختصر. المختصر ده يعني تجربة الناس. والله يا أخي الحاجة زي هي قاعدة كي ما قاعدة، كأني قواعد لكن شنو؟ ما قواعد. استنتاجات. الله يفتح عليك. استنتاجات من شنو؟ من التجارب. ما اسمع كلمة تنبيه ده كانوا لا استنتاجات لقوها هم جات من التجربة. طيب، التنبيه الأول قال كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة. الأبواب يا الستة، عرفتون الأبواب الستة اللي هي شنو؟ داير تقول شنو؟ طوال تذكر البيت عشان تريح نفسك. فتح ضم ده الباب الأول، فتح كسر الباب الثاني، فتحتان الباب الثالث، كسر فتح الباب الرابع، ضم الباب الخامس، كسرتان. الأرقام دي معروفة، أو دي الطريقة الأولى. أو بيحفظوا كيف؟ تقول الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الرابع، الباب الخامس، الباب السادس. وطبعا المفروض يبدأ بالتنبيه ده. التنبيه اللي قبل التنبيه ده الكلام اللي أقدر أقوله، اللي هو شنو؟ إنه أي باب تحفظ عليك تحفظ شنو؟ باء الكلمة بتاعته. مثلا الباب الأول جاب المثال بتاع شنو؟ نصر ينصر. بدأ تاني ناس اللغة العربية ما بقولوا الباب الأول، يقولوا هذا من باب شنو؟ ما بقولوا فتح ضمين، بيقولوا ده من باب نصر ينصر. إذا من السكة ده نحفظ الصحن أنا وأنتوا سوا. الباب الأول شيل مع كتابكم، قولوا شنو؟ نصر ينصر. إذا الباب الأول نصر ينصر. الباب الثاني ضرب يضرب. الباب الثاني شنو؟ ضرب يضرب. الباب الثالث شوف المثال بتاعه، فتح يفتح. شوفوا أول واحد، طبعا أول واحدة فتح يفتح. الباب الثالث. الباب الرابع فرح يفرح. الله يفتح عليك، فرح يفرح. الباب الخامس أول واحد شرف يشرف، ضمن. السادس حسب يحسب. الست كلمات دي الناس ما بقولوا تاني، اللغة العربية ما بقولوا الباب الأول والثاني والثالث. يقول لك من باب شنو؟ نصر ينصر. من باب شنو؟ ضرب يضرب. من باب فرح يفرح. من باب ما بقولوا فرح يفرح، فتح يفتح. الباب الرابع الثالث ده فتح يفتح. الباب الرابع فرح يفرح. الباب الخامس شرف يشرف. الباب السادس حاسب يحسب. وضحت؟ طيب، قال لك كلها الأول بتاعه كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازم. متعدية يعني شنو؟ تتعدى الفعل، يتعدى داير له شنو؟ داير له مفعول. ولازم ما داير له شنو؟ مفعول. طيب، إلا أفعال الباب الخامس فلا تكون إلا لازمة. أفعال شنو؟ الباب الخامس. ليه؟ لأن السجايا والطباع. ذكروا الباب الخامس قلنا يكون شنو؟ يعبر عن السجايا والطباع. هنا الباب الخامس قاصد شنو؟ من باب شرف يشرف. ده أصلا هو بيعبر عن السجايا والطباع. السجايا والطباع دي لازمة لأنها ثابتة، ما محتاجة لمفعول.
شرف يشرف ما بحتاج له مفعول به. فهمتوا ليه؟ لانها سجايا وطباع. قال واما رحبتك الدار، جاي من رحب يرحب، دي من باب الخامس. شرف يشرف، هنا رحبتك الدار مشت اتعدت لشنو؟ لمفعول اللي هو الدار. قال لك ده من باب التوسع. مش معناه خربت القاعده. اسحم القاعده قلنا شنو؟ القاعده قلنا الباب الخامس اللي هي شرف يشرف لازم، ده يتعدى رحبتك الدار. لانه مثلا لما تقول شرف محمد ما بتحتاج لمفعول. شرف احمد ما بتنتظر، كلامك انتهى. فهمتوا المتعدي ده اللازم يعني شنو؟ ما محتاج لشنو؟ مفعول. هنا قلت لو قلت رحبتك وسكت المعنى ماله؟ ما اكتمل. اذا انت محتاج لشنو؟ مفعول. لا بتقول رحبتك شنو؟ رحبتك رحبتك الدار كده يحتاج يعني تعدى. قال لك ده ما على الشكل اللي انت شايفه ده، ده اسمه على فعل التوسع. على شنو؟ كيف؟ لأنه أصله يسموه رحبت بك الدار. رحبت ده أصله رحبت بك الدار، فبقول عليه منصوب بنزع الخافض. اكتب رحبت أصيلة شنو؟ رحبت الدار ما شكلها كده، أصيلة رحبت بك الدار. رحبت بك الدار فنزعنا شنو؟ الباب بتاع شنو؟ حرف شنو؟ الخافض ده. الباء ده حرف الخافض شيلنا، فأصبح رحبتك الدار. بيقول ده منصوب بنزع الخافض. مثل الصرف أو مثل النحو يقول شنو مثل اللغة؟ منصوب بنزع الخافض. رحبتك الدار أصلا شنو؟ رحبت بك الدار. وضحت؟ ولا ما معايا شغلة؟ طيب عرفتوا؟ بيقولوا عليه منصوب بنزع الخافض أو منصوب على التوسع، زي ما قال الشيخ هنا. الشيخ قال لك فعل التوسع. على التوسع يعني شنو؟ أي منصوب بنزع الخافض، أو منصوب بنزع الخافض أو منصوب على التوسع. زي ما الشيخ قال لك فعل، الشيخ كاتب شنو؟ فعل التوسع. إذا عندهم لفظين للكلام ده، تقول منصوب على التوسع أو منصوب شنو؟ أيوة بنزع الخافض. زي في القرآن واختار موسى قومه يعني اختار موسى قومه هكذا أصلا شنو؟ واختار موسى من قومه فحذف الخافض اللي هو منه من، ده يقولوا عليه منصوب شنو؟ بنزع الخافض. أصبح واختار موسى قومه. علم الصرف ده يا مولانا بالقرآن يعني القرآن بدون علم الصرف ما تفهم أي حاجة، كالحمار يحمل أسفارا. لكن بعلم الصرف تخش في معاني عجيبة تعرف عظمة القرآن. واختار موسى قومه أصلا شنو؟ واختار موسى من قومه، فده بيسموه منصوب بنزع أو على التوسع، منصوب على التوسع. قال والأصل رحبت بك الدار. شايف؟ الأصل شنو؟ فحذف شنو؟ الخافض اللي هو الباء. والأبواب الثلاثة الأولى ده موضوع تاني. عرفت القاعدة الأولى؟ كل الأبواب بتكون لازمة شنو؟ متعدية إلا الباب الخامس ما بكون ماله متعدي، كل لابد يكون لازم. طيب يا أخي ناصر رحبتك ولو لقيتنا حالة زي دي أي حاجة فيها توسع ده اسمه على التوسع أو بشنو؟ بنزع الخافض. ما ده ما أصله، حصل فيه شنو؟ تصريف صرفي، تصريف نحوي، تصريف لغوي، لكن ده ما أصله. وضحت؟ طيب قال والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب. ده قول ضعيف. الحملاوي هنا مش على القول الضعيف. الثلاثة الأولى يعني شنو؟ الأبواب الثلاثة الأولى يعني الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث تسمى دعائم الأبواب، يعني الأصول أو أقوى ثلاثة أبواب أو التي تقوم عليها دعائم. التي تقوم عليها الأبواب قال كم؟
مش الابواب 6. قال الثلاثه الاول هي اللي بتقوم عليها بقيه الابواب، مع انه القول ده ضعيف عند عند الصرفيين. ما الثلاثه الاول، الباب الاول اكتبه. القول الراجح الدعائم ما الاول والثاني والثالث، الدعائم الاول والثاني والرابع. الدعائم شنو؟ الاول والثاني والرابع، ديل يقوم عليهم شنو؟ هنا اللي بيقوم عليهم بقيه الابواب. قال وهي في الكسرة على ذلك الترتيب. كمان في اللغه العربيه الكتار شنو؟ اكثر اكثر باب الاول، ثم الثاني، ثم الرابع، ما زي ما قال الشيخ. طيب عرفتها؟ طيب الثاني، تنبيه الثاني أن فعل المفتوح العين، ركزوا، فعل المفتوح العين إذا كان أوله همزة أو واو فالغالب أنه من باب ضربة. شايف فالغالب أنه من باب، ما قال من ضرب الباب الكم؟ ما قال من الباب الثاني، رجع للحالة بتاعت الصرفيين. الصرفيين ما بيقولوا لك الأول والثاني، قال لك إذا كان شنو؟ يلا فعل مفتوح شنو؟ العين، عين الفعل بقى شنو؟ مفتوحة إذا كان أوله همزة أو واو في الغالب يكون من باب شنو؟ ضربة، يعني من الباب الثاني، ضرب يضرب. كشنو؟ كأسر يأسر، وأتى يأتي. شوف أتى مفتوح العين، خلاص ده زي ضرب. ضرب حيكون كيف؟ ضرب يضرب. ووعد يعد، ووزن يزن. ومن ده في الغالب، يعني في الغالب يكون شنو؟ من باب ضربة يضرب، يعني من الباب الثاني. ومن غير الغالب شوف أخذ المفروض يكون شنو؟ مفتوح العين. هو الخملة مفتوحة، مفروض يكون على حسب القاعدة يكون ماله؟ يكون مكسور العين في شنو؟ في المضارع. لكن ده من غير الغالب ما بنقول أخذ يأخذ، بنقول يأخذ. وأكل مفروض أكا الكا مفتوحة، ما هو قال مفتوح العين، مفروض يكون شنو؟ ضرب يضرب. طلع لا، ده من غير الغالب. يقول كيف ده؟ أكل يأكل، إذن هو يأكل ده من أسباب. الباب الأول هو شنو؟ من باب نصر ينصر، ده من غير الغالب. عرفتوا الغالب؟ عرفتوا القاعدة الثانية؟ إنه مفتوح العين لابد يكون شنو؟ زي نصر، لا زي شنو قال؟ زي ضرب يضرب، المفروض يكون من باب ضرب يضرب. لكن ده في الغالب، مرات في كلمات ما لا بتخالف، زي منه؟ أخذ وأكل ووهل. وإن كان مضاعفا كان شنو؟ فالغالب، شفت الغالب دي معناها جل، أن يعني ممكن يتخلف، أنه من باب نصر. أي مضاعف في الغالب يكون من باب شنو؟ إن كان متعديا، لكن عندنا شرط، إن كان متعديا، يعني مضاعف ومتعدي، ده لابد يجي من شنو؟ في الغالب المفروض يجي من شنو؟ نصر ينصر. كشنو؟ كمده يمده، وصد يصد، ده في الغالب يجي من باب شنو؟ ومن باب ضرب إذا كان لازما. إذا متعدي يكون من ياتو باب يا شيخ، وإذا لازم زي شنو؟ خف يخف، وشز يشذ بالذال المعجمة. ده الباب، ده شنو؟ التنبيه الثاني. أما التنبيه الثالث قال مما تقدم في الأمثلة تعلم. شنو يا أخي؟ واحد، أن المضاعف يجيء من 3 أبواب. شايف ما قلت لك هي عبارة عن استنتاجات؟ قال المضاعف يجي من كم؟ 3 أبواب، من باب نصر وضرب وفرح. أي مضاعف ما بيطلع من ال3 ديل، ده معنى الكلام. بتجربتنا لقينا إنه المضاعف ماله ما بيطلع من شنو؟ من نصر وضرب وفرح. نحو سره يسره، وفر يفر،
وعض يعض. اثنين. ومهموز الفاء، مهموز الفاء يعني شنو؟ الحرف الأول همزة، يجيء من 5 أبواب. شايف الزول بيقول لك في التجارب في الاستنتاجات يجيء من كم؟ من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف. يعني ما بيجي من 100 باب، في باب واحد ما بيجي به مهموز الألف، ما بيجي من الباب ياتو السادس اللي هو كسرتان. ليه؟ لأنه الهمزة في الأول ما ممكن تكون مالها أصله، ما ممكن تكون مكسورة، عشان كده ما بيجي منها. يعني لو قدرت تقول القاعدة دي بطريقة تانية تقول مهموز الفاء ماله ما بيجي من شنو؟ لا يأتي من الباب اللي هو بتاع حسب يحسب. ليه؟ أنه كسرتان، والهمزة ما ممكن في الأول في الفاء تكون مالها مكسورة. والثالث قال لك ومهموز العين دي هنا من الفاء، لا لسه كده شو المثال مش كده؟ وفرح وشرف. نحوي أخذ يأخذ وأسر يأثر بالترتيب طبعا هو ماشي. وأهدب أهب يأهب، أهب يأهب جاي من شنو؟ من الفاح، من الفوحان. وأمن يأمن وأسل يأسل. شايف؟ طيب 3. ومهموز العين، مهموز العين يعني شنو؟ الحرف الثاني همزة، يجيء من 4 أبواب. شنو؟ باب ضرب وفتح وفرح وشرف. نجي نسأل ليه الاثنين دول ما بيجي لهم؟ الاثنين شنو هن المجابون؟ اللي هو الباب السادس، الباب السادس ما بيجي. ليه يا شيخ؟ لأنه كسرتين، الهمزة برضو ما بكون يسبقها شنو؟ هي الثاني ما بيسبقها كسر، دائما الهمزة دائما بيسبقها شنو؟ فتح. طيب إذا السادس ما بيجي. والأول ليه؟ الأول شنو هو؟ نصر. ليه ما بيجي منها؟ ما نصر ما قالوا كلامك صح. ليه؟ واحد ذكي في الغالب ما بيجي. ليه؟ الهمزة ليه بتيجي من نصر ينصروا؟ عشان بعدين ما بتجي في الضمة دي في الثاني ما بيجي. في الثاني في المضارع الضمة دي بتنفع مع منو؟ مع الهمز. معاي؟ طيب وما زي شنو؟ بيجي من الأربعة دي. نحوي وآيئي وسأل يسأل وسئم يسأم ولؤم يلؤم. طيب 4. ومهموز اللام، مهموز اللام يعني شنو؟ آخر حرف همزة، يجيء من 5 أبواب، من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف. برضو ما بيجي من الباب يا السادس. عشان كده لو لاحظت هو قالوا ليك زمان الباب السادس قالوا وهو قليل في الصحيح. طيب نحوي برأ يبرؤ وهنأ يهنئ وقرأ يقرأ وصدئ يصدأ وجرؤ يجرؤ. معي؟ طيب والمثل نمرة 5. والمثال لو قدرت تقرأ صح الحياة تقرأ كيف؟ ما هو في الأول قال شنو؟ أن المضاعف يجيء من. نمرة 2 والمهموزة. ليه؟ ما الواو ده أو العطف كيف؟ وأن المهموزة الفاء، وأن مهموز الفاء يجيء، وأن مهموز العين يجيء، وأن مهموز اللام يجيء مهموزة، وأن المثال. مثال يعني شنو؟ طيب المثال يعني شنو؟ وبداية فاء وحرف شنو؟ حرف علة. يعني الحرف الأول بتاعه شنو؟ حرف علة. قال يجيء من 5 أبواب، من باب ضرب وفتح وفرح وشرف وحسب. نحو وعد، الواو شايف الواو؟ وعد يعد، ووهل يوهل، ووجل يوجل، ووسم يوسم، وورث يرث. خلاص؟ طيب وقد ورد من باب نصر لفظة واحدة في لغة عامرية. ليه؟ لأنه لاحظت هنا نصر ما فيهم، يعني المثال ما بيجي من باب شنو؟ نصر كله نصر ينصر ما في. قال إلا واحدة بس اللي هي شنو؟ وجد
ها المفروض تقول كيف ده؟ يعني احنا عندنا في العام كل العرب يقول وجد يجد، بني عامر يقول وجد يجد. خدتها من باب شنو؟ من باب شنو يا اخي؟ من باب نصر ينصر، فبقول وجد يجد يجد، الجيم مضمومه. العام والغالب والمشهور عند العرب وجد يجد. فلا في لغه بتاعت بني عامر يقول وجد يجد. قال جرير استخدم اللغه بتاعت عامر. لما الشاعر يستخدم لغه شاذه داري يوري شنو هو؟ انه بليغ ومحيط باللغه، زي ما قال مولانا ده جرير، قال لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادي لا يجد عين لا يجدن غليلة، لا يجدن، لا شاهدنا لا يجدن، ما قال لا يجدن، هو قصد لا يجدن غليلة. بلغة عامر يقول كيف؟ لا يجدن، يعني طلال ده لو دار يجدع طوالي سهلة عنده، يجيب لنا وجد يجد دي، ما يقول يجد. وقد وجدت في المضارع يجد، هاي يجدنا يجدنا وضحت؟ طيب قال روي بضم الجيم وكسرها، العام الغالب المشهور بالكسر في المضارع، تقول وجد يجد. طيب يقول لمحبوبته، دار يشرح عليك، لو شئت قد روي الفؤاد بشربة من ريقك، الفؤاد ده بعد ذاك بيرتوي، تترك الصوادي أي العطاش، الصادي ده العطشان، لا يجدن حرارة العطش، الغليل ده حرارة العطش. لو انت اديتينا من ريقك ده شربة الناس العطاش ما بينقوا طعام شنو او ما بينقوا حرارة العطش، ده معنى لا يجودنا. 6 والأجوف، الأجوف ده وسطه حرف المثال، الحرف الأول الأجوف قال يجيء والأجوف، شايف؟ وأن الأجوف لسه احنا في الواو بتاع العطف. والأجوف يجيء من 3 أبواب، من باب نصر وضرب وفرح، نحو قال يقول، قال يقول، دي نصر ينصر كيف؟ أصلها شنو؟ قلنا لك قبل كده، قال يقول أصلها شنو؟ يقول. قال قاول يقول، ما نصر ينصر، الألف دي ما أصل بتاع، أصل فيها تصريف صرفي، أصلها شنو؟ قاول يقول، فقلبت الواو ألفا ليه؟ شنو؟ تحركت وانفتح ما قبلها كده. قال يقول، كانت يقول الضمة لا يناسبها السكون، فحركنا شنو؟ العلة الصرفية شنو؟ لحركنا الضمة للدلالة شنو؟ الحرف القبلي الواو. وباع يبيع نفس الكلام، بيع يبيع. وخاف يخاف، ده من يا باب. وغيد يغيد، قلنا المرة اللي فاتت صح؟ وعور يعور، مش كده؟ إلا الأجوف ده أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويا، الباب الأول بيجي دائما يكون شنو؟ واوي، وفي الثاني يائيا، وفي الثالث مطلقا. أفهم الكلام؟ الأجوف ده مش قلنا بيجي من وين؟ من 3 بشرط، عنده شرط ثابت، بيجي من الباب الأول اللي هو باب شنو؟ هنا ما قال الباب الأول نصر ينصر، بيجي من باب نصر ينصر بتين لما يكون واوي، يعني أصل الحرف المعتل في وسطه واوا، زي شنو؟ قاول يقول، ده واوي، عشان كده طلع شنو؟ قاول، عشان كده طلع من باب نصر ينصر، قاول يقول. طيب وفي الثاني يائيا، بيجي من الباب الثاني، الباب الثاني شنو؟ ضرب يضري، الكسر دي بتناسب الياء، عشان كده الأجوف إذا كان يائيا هو من باب شنو؟ ضرب يضرب، زي شنو؟ بيع يبيع، باع يبيع دي أصلا شنو؟ بايع
يبيع. ده من باب شنو يا شيخنا؟ ضرب يضرب، لازم يجي من كده. واما في الثالث اللي هو شنو باب الثالث؟ فرح يفرح مطلقا، سواء كان واويا بيجي او يائيا بيجي، ده معنى مطلق. مطلقا يعني سواء كان واويا او شنو يائيا، ممكن يجي من الباب يا الثالث. لكن اذا كان واوي بس دار نجيبه الا من الباب يا الاول. وعرفت كلامه؟ طيب. وجاء طال يطول فقط من باب شرفه. شرفه يشرف، ده الباب الكم؟ الباب الكم يا اخي؟ ها؟ واحده بس. طال يطول، اصول شنو يعني؟ طو شرف يشرف، شرف يشرف. طول الواو مضمونه، يطول ضمه. واضح؟ طيب دي حاله واحده بس. طيب والناقصه يجيء من 5 أبواب. اي ناقص يجي من كم؟ باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف، ما كثير. نحو دعا ورمى وسعى ورضي وسروا. ويشترط في الناقص من باب الأول والثاني ما اشترط في الأجوف منهما. زي ذاك الأول والثاني، زي شنو؟ شرط اللي قلنا قبل شوية. الأجوف واويا بيمشي الباب يده، لا بد يجي من الباب الأول. الأجوف يائيا لا بد يجي من الباب شنو؟ الثاني. ده معنى كلام. وضحت الشيخ؟ طيب ثروة يعني جاي من شنو؟ أي صار سريا. سريا مش معناها غني قرشو كثيرة، بالسين دي. سريا يعني أي عظيما شريفا. قصة سيدنا مريم، قد جعل ربك تحتك سريا أي شريفا عظيما. وضحت؟ قال الثامن واللفيف المفروق. داري اللفيف المفروق واللفيف المغرون، آخر اثنين. مال اللفيف المفروق يجيء من 3 أبواب. اللفيف المفروق يعني شو؟ يعني الأول حرف علة والآخر حرف علة في النص. ماله يجي من كم؟ 3 أبواب. من باب ضرب وفرح وحسب. نحو شنو؟ وفى يفي. أصيل شنو؟ وفى يا يوفي. ووجي وجا يوجي. وجيت رجلي أي كسر، يعني شنو حصل لها؟ شنو؟ رقت من كثرة المشي. ده معنى وجا. الشيخ عبد الله قالها صح؟ شنو يمنع؟ شنو؟ إن الوجه يمنع النياق السباق، يعني الضعف. الوجه الضعف، رقة الساق شنو في المشي. إن الوجه بليل فالوجه يمنع النياق الساق، يعني الوجه يعني الضعف. معاي؟ إذا رقت من كثرة المشي. قال وجه يوجي وولي يلي. ذيل 5 أبواب بتاعته صح؟ طيب قال واللفيف المقرون. هل اللفيف المقرون يعني شو؟ الحرفين العلة مع بعض. يجيء من ضرب وفرح بس. ضرب نحو روى يروي. معايا شيخنا؟ وقوي يقوى. قوي يقوى دي كيف؟ هو قال شنو؟ ضرب وفرح. ده من وين؟ ضرب دي من فرحة، لكن فريحة كيف؟ أصيلة قوي و. أصيلة شنو؟ قوي و يقوو. اكتبها. فهو واوي ما يائي. هو أصلا واوي. أصيلة شنو يا عمر؟ قوي و شنو؟ يقوو. طيب قوي و الواو دي قالوا ليه؟ العلة الصرفية شنو؟
تطرفت وانكسر ما قبلها. قوي و، عشان كده قلبناها شنو؟ قوية. ما لا تطرفت وانكسر ما قبلها بقى شنو؟ قوية. طيب وقاوي وقاوي و، الثاني شنو؟ يقووا. يقووا، هاي يقووا دي مالها؟ قال قلبت الواو حملا لها على الأصل في الماضي. أنا في الأصل قلبته في الماضي، ما قلت قوية، هنا برضو في المضارع بقلبه. ليه تقلبه؟ العلة الصرفية شنو؟ حملا لها، احفظ عديل، حملا لها على الأصل في الماضي، لأنه الماضي حصل فيه قلبة، هنقلبه وين؟ في المضارع أيضا. خلاص؟ قال ولم يرد يائي العين واللام، يائي شنو؟ العين واللام إلا في كلمتين، يعني يكون عينه يا وشنو؟ ولام ويا، الحرفين الأخيرات يا إلا كلمتين من باب فرحة. باب فرحة دي ما بتجيب ياءين إلا شنو؟ شنو؟ عي، أي عجزة، عييت منك، يعني أنا عجزت منك، قدرت. أعيينا بالخلق، أو أيوه. وحي من الحياة، حي معي. الله قال شنو؟ إن الدار الآخرة هي لهي الحيوان. حيوان دي عند علماء الصرف على وزن فعلان، غليان. ففعلان ده عند علماء الصرف يدل على الاضطراب والحركة الشديدة. اكتب يا أخي، أنت بتعمل لي شنو؟ إن الدار الآخرة هي لهي الحيوان. ليه الله قال لهي الحيوان؟ يعني بفعلان، بوزن فعلان عند علماء الصرف الذي يدل على الاضطراب والحركة الشديدة، كأنه الدنيا هنا في الدنيا دي ما في حركة، كأنه الناس ميتين، كأنه الحياة الدنيا دي كأنها شنو؟ موات، ما فيها حركة، وانت فرحان بانه عندك حركة. الحركة تجدد، كان والله يقول لك الحركة تجدد والانفعال يتجدد والحركة الدؤوبة وين؟ في الآخرة. كأنه الله هنا بيشير لأنه الدنيا ماله كأنك انت ميت، بيه حركتك اللي عندك كأنك انت شنو؟ ميت. فهمت؟ ولا ما عايش طبعا. شوف سبحان الله، شوف المصرف دي يديك معايا عجيبة، جابوه على وزن فعلان عشان الله يدلل على انه كأنه الله يقول لك شنو؟ شوف الدنيا انت فيها كأنك ميت، ما متحرك كله، انت راكد، انت قاعد شنو؟ راكد. الحركة جد فيها اضطراب وحركة كاملة متكاملة للإنسان وين؟ الآخر. خلاص فهمتوا؟ طيب، يعني كانوا الدنيا فيها ملل ورتيبة، ما فيها حركة، ده معنى كلمة الحيوان دي. الدنيا مالها مملة ورتيبة وبايخة، الحركة جد وما فيها ملل وفيها حياة مفعمة بالحركة والحيوية وين؟ الآخرة. وضحت؟ خلاص، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.